مع مباراة الاتحاد الشباب كانوا بيطلبوا بيتزا من برا، قلت والله عيب عليكم، علي باشا موجود وتطلبوا بيتزا من برا. اسمع التكمير. مع اي بيتزا لازم عجينة البيكا، حط لكم مقاديرها تحت. دوبناها شويتين مع شوية مويه وحطينا عليها الدقيق والخميرة، اديتها عجنتين وحطيت فوقها الثلج. اول ما تتجانس معنا العجينة حضيف عليها شوية مويه مع ملح وزيت الزيتون. طلعت العجينة وقسمتها تقريبا ل5 بيتزات، كل بيتزا تقريبا 250 جرام، وخلينا تتخمر جوة العلبة لمدة ساعتين. اول ما تخمرت طلعناها وفردناها بالشكل ده، وعشان خليناها ترتاح على راحتها بدأنا نمطها الان براحتنا وما حتتقطع معنا. حطيتها في صينية البيتزا وخرمتها بالأداة هذه وحطيت فوقها الجبنة اول شيء، واهم شيء توزعوا جبنة في الاطراف لانها حتكون طبقة حتشوفوها بعد شوية. حطينا الصوص فوقها ودخلناها الفرن على اعلى حرارة من فوق ومن تحت، وبعد مرور 10 دقائق استوت معنا البيتزا. خلينا نشوف المنظر. شايفين الجبنة اللي على الاطراف هذه كيف اتقمرت؟ هذا الطعم كله جاي منها. بيتزا لما فيها الطبقة الجبنة المقرمشة هذه تاخذها للمستوى الثاني. اسمع التكمير. شيء خرافي.